صباح الخير أصدقائي. اليوم بدنا نعمل مع بعض أكلة المسخن، وهي أكلة من المطبخ الفلسطيني ومشهورة فيها مدينة رام الله. هي الأكلة تنعمل بطريقتين. الطريقة الرئيسية إنه هي عبارة عن خبز مشروح ومنحط بالفرن وجنبه فروج محمر. وفي طريقة تانية وهي طريقة الرول الأسرع، اليوم رح أعلمكم إياها. المكونات: 5 بصلات يابسات مقطعين بشكل ناعم ومقلايين مع زيت الزيتون، لأنه أكلتنا اليوم تعتمد على زيت الزيتون. شوفوا شلون هي مغمورة بزيت الزيتون. هي 5 بصلات. نص كيلو فروج صدورة مسلوق ومقطع. خبز حسب الكمية، لأنه نحن كل رغيف بنفتحه وبناخد منه وش. بدنا معلقة بهار صغيرة، معلقة سماق كبيرة، ومعلقة ملح صغيرة. أصدقائي، أول مرحلة بنحط الفروج بوعاء كبير وبنضيف فوقه البصل وزيت الزيتون، وبنحط البهارات والسماق. السماق كتير ضروري لأنه بيعطيها حموضة. تمام. هلا بنتبلها كلها بهالشكل. شوفوا شقد شكلها لذيذ. اهم شيء تكون الريحة، ريحة السماق والبهار، وتكون زيت الزيتون مغرقة. اصدقائي، شوفوا شكل التبلة قد صار لذيذ. هلا بنجيب الرغيف وبنفتحه، وبعد ما بنفتحه بناخد الوش السميك وبنقسمه بالطول، ومنبل الربع هذا بتبلة المسخن. تمام. شوفوا مشان تتسقسق. تمام. هلا هيك. ودائما لازم نحط الحشوة على الوش البراني. أكلة رمضانية ولذيذة وسهلة وسريعة، ممكن ست البيت تعملها ب10 دقايق. تمام. ومنحطهم هون منجهزهم. شوفوا الشكل النهائي. هلا بعدين بنصفهم بالصينية ومنحطهم بالفرن حوالي 20 دقيقة. أصدقائي، شوفوا الشكل النهائي للمسخن قبل ما نحطه بالفرن، كيف كله لفيناه وحطيناه بالصينية. وقبل ما نحطه بالصينية لازم ندهن الصينية زيت زيتون، ومنصفه بهالشكل، ومندهن بالفرشاي وشه زيت زيتون، ومنرش عليه رشة سماق، وبعدين بنحطه بالفرن حوالي 20 دقيقة. يعني لازم القطعة تتحمر وتقرمش. شوفوا شلون صارت لذيذة. وهلا بحطها بالفرن وبفرجيكم اياها بعد ما تستوي. أصدقائي، شوفوا الشكل النهائي لأكلتنا المسخن، كيف طالعناها من الفرن وهي محمصة ولذيذة وريحتها بتشهي، ريحة السماق مع زيت الزيتون. الشكل والنكهة رائعات. صحة وألف هنا.